السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بقى بينا ايه نفرز البسلة كده وهي شكلها كده جميل وخضرة كده، وتقعد معاكي من السنة للسنة وبطريقة سهلة جدا، ويعني ومش هتاخد معاكي وقت. وايه بقى يعني تلاقيها بقى عندك في الفريزر. في اي وقت برضه تكوني مستعجله كده تاخدي منها، بتسهلك الايه الامور وتسهلك الطبخ. واللي بقى ايه اول مره يشوف القناه يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف الطريقه. جبنا بقى ايه البسله اللي انت عايزه تفرزيها، يعني الكميه اللي انت عايزاها. هتقشريها وهتغسليها طبعا بعد ما تتقشر، وتحطيها بقى ايه في مصفى تصفيها كده وتخليها كده في طبق. عشان نشوف ايه بقى هنعمل ايه مع بعض بعد كده. يعني تشوف الكمية اللي انت عايزاها. جبت بقى انا حلة حطيت في نصها مية، يعني حلة كبيرة حطيت نصها مية. وخليتها على البوتاجاز تغلي. الحلة الكبيرة بقى نص مية ليه؟ عشان لما تيجي تحطي فيها البسلة لما تغلي ما تفرش. لان هي بقى ايه لما بتغلي بتفور كده الميه بتاعتها من ايه من الحله. هتقعد يا دوبك 3 4 دقايق، يعني مفيش اكتر من كده. لما تلاقي لونها ايه اتغير بقى اخضر، يعني اخضر جامد. تقلبتين 3 بس كده وتروحي طافيه عليها. بعد كده بقى ايه نكون احنا بقى يعني جايبين مصفى كبيره حطينا تحت الحنفيه، وعلى طول ننزل عليها البسله تحت الميه اللي هي بتاعت الحنفيه، او ممكن تحطي فيها ازازتين ميه ساقعه عليها، قصدي ميه ازازتين ميه ساقعه. يعني ايه تسرع معاكي في عمليه التبريد. انا حطيتها تحت الحنفيه زي ما انتم شايفينها كده، وقلبتها شمال ويمين، وبقيت اقلب في المصفى كده على اساس ان ايه الحاجه اللي تحت او البسله اللي تحت دي ما بردتش. قلبيها عشان برضو ايه تاخد من الميه وتبرد. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، قلبتها كده مرتين 3 وخلاص كده بردت. بعد بقى ما بردت خلاص بروح ايه سايباها بقى في المصفى تتصفى خالص. يعني لازم تتصفى المية اللي فيها دي خالص قبل ما تفرزيها، قبل ما تكيسيها في اكياس. وبعد بقى ما اتصفت خلاص كده في من الميه اللي فيها زياده، بتجيبي بقى اكياس نظيفه طبعا ما استعملتش قبل كده، وتروحي بقى موزعه ايه البسله على قد الاستعمال اللي انت بتستعمليه، على قد الطبخه اللي انت تعمليها على الأكياس كلها كده. يعني شوفي بقى الكميه اللي انت بتعمليها قد ايه، وزعي بقى الكميه كلها كده على كل ايه الكياس. بعد خلاص بقى ما حطينا كده الكميه اللي احنا عايزينها. بصي بقى بتمسكي الكيس منين؟ من عند اول حبايه فوق خالص، بحيث انك انت ما تسيبيش اي شويه هوا جوه في الكيس، وتلفيه كده الكيس في ايديكي وتروحي ايه ربطاه ربطه كويسه عشان برضو ما يسربش هوا جوه. بصي بقى لقيت الكيس عامل ايه بقى قدامك، يعني مكرمش العنق بتاع الكيس اللي فوق كله مكرمش. هتروحي انت بقى ايه مفرضاها كده بايديكي البسله كده اهو، وزعيها خالص لحد ما تخلي الكيس ايه يعني كله كده جنب بعضه، مش متكتل كده كلها كتله واحده. عشان ايه بقى؟ عشان انت لما تيجي هتحطيها في الفريزر هتحطي الكياس كلها كده فوق بعضها، عشان ما تاخدش برضو معاكي مكان. هتقعد بقى معاكي من السنة للسنة. ولو برضو كنت مستعجلة كده وعايزة تعملي أكل وما انتش عارفة تعملي ايه، هتطلعي كيس على طول من الفريزر على طول على الحلة، يعني كمان ما بيفكش. ده بيسعف معاكي بقى ايه الطبيخ اللي انت هتعمليه. وجميلة جدا ومش هيجرى لها حاجة، وبسلة يعني شهية، وطعمها بتبقى جميلة جدا جدا زي اللي لسه جايباها من السوق. عايزاكم بقى تجربوها، واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.